اول لما اتعرض عليك ان انت هتشارك في بيننا ميعاد بدل خالد انور، كلمت خالد على طول، قلت له انت تمام؟ قال لي تمام جدا. هل كنت مدي لحد ميعاد واتاخرت عليه؟ كتير. كنت مهاجر لفرنسا وجالي فيلم عملته، من بعدها تواجدت هنا. محمد بهرام، برحب بيك معايا في وانتك، بقول لك الف مبروك على مشاركتك في الجزء الثاني لبيننا ميعاد. اول لما اتعرض عليك ان انت هتشارك في بيننا ميعاد بدل خالد انور، ترددت ولا لا وافقت على طول؟ كلمت خالد على طول. والله اول حاجه عملتها كلمت خالد. قلت له خالد انت تمام؟ فشرح لي اسباب اعتذاره يعني. بس قلت له انت تمام؟ قال لي تمام جدا. خالد اخويا يعني. بيننا ميعاد محقق نجاح كبير جدا في الجزء الاولاني، ودلوقتي الجزء الثاني اول حلقه النهارده. يعني شعورك ايه؟ وخايف ولا مبسوط؟ عايز اعرف اكتر. مبسوط. مبسوط والله، مبسوط ان الحمد لله احنا بذلنا مجهود في المسلسل ده. مش انا بس يعني، كل الناس بذلت مجهود في المسلسل ده، ويا رب يا رب يعجب الناس. شيرين رضا ومعانا صبري فواز، مجموعه كبيره جدا من الشباب، فتكلمني عن تجربتك معاهم، التعاون معاهم. والله بص، هو انا ما تعاونتش في مشاهد كتير مع الشباب. انا كان معظم دوري مع استاذ مدحت صالح، بسمة، هاجر الشرنوبي، فما احتكتش قوي بالعيله. صبري فواز طبعا، بس يعني دول الزون الاكتر اللي فيها دوري. لسه في ما بين الاب والابن مشاكل. الاب والابن مشاكل، وهو المفروض ان هو اتجوز هبه في الاحداث، فمشاكل الزوجيه بقى اللي بتدور. نسبة اسمه بيننا ميعاد، هل كنت مدي لحد ميعاد واتاخرت عليه؟ كتير. كتير. لا مواعيدي مظبوطه، بس اكيد اتاخرت على ناس يعني. اكيد في ناس اديتهم ميعاد واتاخرت عليهم. في ميعاد مثلا غير لك مسار حياتك، او يعني اخدت قرار بعديه ان انت لا لازم ما اخدش القرار ده، اعمل كذا ما اعملش كذا؟ في حياتي الشخصيه والفنيه اعتقد في حاجات ينفع تقول؟ في حاجه افتكرها، بس هو ده السؤال. بس هو اكيد ده حصل يعني. مثلا كنت مهاجر لفرنسا، وحضرت ورق الهجرة يعني. كان عندي سنة الأول، بعد كده هجدد يعني، مش هجرة بمعنى الهجرة يعني، كنت هبدأ بسنة. وجالي فيلم عملته، وكان فيلم أثر عليه، كان أول فيلم ليا، ومن بعدها تواجدت هنا، فلغيت فكرة. قعدت كام شهر وجيت بس. ايه اللي بتحضر له جديد يا مارو؟ اللي بحضر له جديد فيلم المراية، وده اسم مؤقت. بطولة بشارك فيه في البطولة مع أستاذ سوسن بدر وصلاح عبد الله، وبتشاركنا في الفيلم أستاذة بسمة ومع علي الطيب، صديقي اللي بحبه جدا، ومجموعة كبيرة قوي يعني، بس خايف أنسى حد بس.